في لحظة كده بتحصل لنا كلنا، لحظة بنبقى واقفين فيها قدام نفسنا وبنقول أنا استكفيت، أنا تعبت خلاص، أنا عملت كل اللي عليا، أنا مش قادر أكمل. أنا إيمان هاشم، وده بودكاست بين السطور. أخطر قرار ممكن تاخده في لحظة إنك تمشي وإنت زعلان، أو تاخد قرار وإنت متعصب وغضبان، مش علشان المشي غلط، لأ، لكن عشان القرار طالع من الغضب، بيكون هروب مش اختيار واعي. عمرك حسيت إن مجهودك رايح في الهوا، إنك بتدي ومفيش صدى، إنك بتحاول ومفيش تغيير؟ الأم اللي بتتعب ومحدش شايفها، الأب اللي بيتعب ومحدش حاسس بيه، الموظف اللي بيعمل اللي عليه ومحدش شايفه ولا مقدره، الصديق اللي بيستحمل كتير لحد ما يسكت فجأة ويمشي. في علم النفس بيسموه الاحتراق. لما روحك تخلص ولما قلبك يبقى مليان ضيق وتاخد قرارك في اللحظة دي، المشكلة مش في التعب، المشكلة في القرار نفسه. القرار وانت موجوع. في حد حصل له كده قبلنا كلنا، قعد سنين يحاول، يدعي، يشرح، يتحمل، مفيش استجابة، لحد ما في يوم قرر يمشي. مش لأنه مش مؤمن برسالته، لأ، لأنه ضاق بالبشر وخرج من غير ما يستأذن. ودي نقطة لازم نقف عندها شوية. هو ما قالش يا رب أمشي ولا استنى، هو قرر ومشي، وربنا كان شايف ضيقه، شايف غضبه، شايف تعبه، ومع ذلك سابه يمشي. ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الإنسان عارف إن في دروس مش بنتعلمها غير لما بنغلط، في حاجات لازم نمشي فيها للآخر، لازم نحس بنتيجتها علشان نفهمها بجد. سيدنا يونس عليه السلام ركب السفينة والبحر هاج، الموج كان عالي، الدنيا اتضربت، عملوا قرعة، طلع اسمه، مرة تانية طلع اسمه، التالتة برضو كان اسمه. وهنا بدأ يفهم، بدأ يحس إن في حاجة غلط، إن القرار اتاخد بسرعة، إنه استعجل، إنه مشي من غير إذن. مش ربنا ظلمه ولا البحر خانه، هو اللي استعجل. وأحيانا ربنا يعمل معانا نفس الحاجة، يسيبنا ناخد القرار، يسيبنا نمشي، يسيبنا نستقيل، ننهي علاقة، ننسحب، مش لأنه مش شايف، لكن لأنه عايزنا نكتشف بنفسنا. الابتلاء أحيانا مش عقاب، الابتلاء جلسة مراجعة. ربنا بيقولك اقعد مع نفسك وفكر، ايه السبب؟ ايه القرار اللي استعجلت فيه؟ فين اللحظة اللي اتحركت فيها بغضب؟ ولو فكرت بصدق غالبا هتكتشف انك ظلمت نفسك قبل ما حد يظلمك. ولما الإنسان بيكتشف غلطته بنفسه ما بيرجعش ليها تاني، رموه في البحر والحوت بلعه. القرآن قال في الظلمات، ظلمة البحر، ظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت. زي لما تحس إن الدنيا قفلت، زي الاكتئاب والوحدة والديون والمرض، الشعور إن مفيش مخرج وخلاص قفلت. وهي دي نقطة الصفر، المكان اللي مفهوش حد غيرك انت وبس. لكن الغريبة إن بطن الحوت كانت سجن وكانت خلوة. الدكتور مصطفى محمود بيقول إن الله يجردك من الأسباب ليجعلك تواجه المسبب. في اللحظة دي هو ما بقى صاحب رسالة، هو بقى إنسان. ما قالش ليه يا رب، قال جملة واحدة بس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ملمش البحر، ملمش الحوت، ملمش قومه، قال أنا. ودي قمة القوة، إنك تبطل تلوم الظروف، تبص جواك. الشفاء بيبدأ دايما من الاعتراف. لما قال إني كنت من الظالمين،
السجن اتفك، مش علشان الحوت فتح بقه، لكن علشان قلبه فتح. هو استعجل النتيجة، استعجل التغيير، واحنا جيل مستعجل، عايزين النجاح بسرعة، الناس تتغير بسرعة، النتيجة تيجي دلوقتي، ولو ده محصلش بننسحب. لكن لما رجع لقومه لقاهم كلهم آمن. التغيير حصل بس في توقيت ربنا المناسب. يعني لو كان صبر شوية كان شاف الخير بعينه. كأن ربنا بيقول لينا لو قدرت تصبر لعل الصبر آخره خير. يونس عليه السلام ما صبرش في اللحظة دي فتعلم، وربنا ما سابهوش. لكن لما خرج كان سقيم متعب، فربنا أنبت عليه شجرة اليقطين. يعني ربنا بس مش خرجه من بطن الحوت، ده كمان بيشفي أثر التجربة. اليقطين في حياتك ممكن تبقى شخص، رسالة، هدوء بعد عاصفة. اللي حصل ده كان مع سيدنا يونس عليه السلام. بس القصة مش عن حوت، القصة عن قلب يونس عليه السلام، قلب داء بالبشر فاحتواه رب البشر. لو حاسس إنك في بطن حوتك دلوقتي ما تهربش، اقعد مع نفسك، اسأل، قول لنفسك أنا استعجلت في إيه؟ أنا مشيت قبل ما استأذن ربنا في إيه؟ أنا غلطت في لحظة كان المفروض أصبر فيها. مش كل ظلم عقاب، بعد الظلمات إعادة ترتيب. وأخطر قرار ممكن تاخده في حياتك إنك تمشي أو تغضب وإنت زعلان. وإحنا في رمضان وقبل الأذان، اللحظة اللي السما فيها بتبقى مفتوحة والقلوب أقرب. يمكن بدل ما نمشي وإحنا زعلانين نقف لحظة، نرجع، مش للناس، لأ، لرب الناس. يمكن بدل ما نهرب نرفع إيدينا ونقول يا رب أنا استعجلت، يا رب أنا ضعفت، يا رب أنا مشيت قبل ما استأذنك. علمني أصبر، علمني أستنى توقيتك المناسب، علمني ما أخدش قرار وأنا موجوع. يمكن الابتلاء اللي احنا فيه مش عقاب، يمكن هو دعوة إننا نقرب. وقبل ما الأذان يرفع وقبل ما نقول اللهم لك صمت، خلي دي تكون دعوتك النهاردة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويمكن تكون دي اللحظة اللي الحوت يفتح فيها بقه ويحصل فيها الفرق. كنتم مع إيمان هاشم، وده بودكاست بين السطور. صوم مقبول بإذن الله. رمضان كريم عليكم.